ده الجزء التاني من الفيلم. لو عايزين تشوفوا المهزله اللي حصلت في الجزء الاول تقدروا تشوفوها من علامه الاي اللي هتظهر فوق دلوقتي وهتلاقوها في الديسكربشن. يلا بينا نبتدي. وبيبدا الفيلم بانس وهو بيفتكر يوم موت مامته وباباه وهم في الماده السوداء، وبيقولوا له انه يمشي ورا الشمس وساعتها هيلاقي الغد، وانه ما يخافش وما يستخباش. وفعلا بيفضل طول حياته ماشي ورا الشمس وبيحاول يوصل للغد. وفي رحله بحثه عن الغد بيشوف حزم وحيد، ومن ساعتها وهم اصحاب. وهنا بنشوفه لما كبر وبيكون ابتدى يفقد الامل انه يلاقي الغد، وفجاه بيسمع صوت حد جاي وبتكون عايب. وده اللي حصل في الجزء الاول بس بنشوفه من منظور انس. ونرجع لحكايات عايبه اللي بتحكي عن جمال انس ووسامته، وعن بروك اللي بيكون مش طايق انس بس مع الوقت بيحبه، وان هم عمالين يلفوا العالم بيدوروا على الغد مع انس. وفي رحلتهم عايبه بتكون رسمه كلها حب في انس، فسانك بيضايقها وبيحاول ياخدها منها، وكالعاده بيضربوا بعض، والجده بتكون بتشجع اللعبه الحلوه. وفي وسط الخناقه بيطلع عليهم كناغر شرسه وبتبدا معركه عنيفه والكل بيشارك فيها حتى ساندي. بس في النص كده بتكون في لحظه رومانسيه بين انس وعايب، بس فجاه عايب بتتحول من رومانسي لاكشن وبتضرب واحد منهم، وفجاه بيهجم عليهم حشرات والكل بيكون بيحارب ما عدا عايب وانس بيكونوا في حته تانية خالص. لكن جروج على قد ما يقدر بيحاول يقطع اللحظه، وفي الاخر بيتكهربوا كلهم من تعبان الميه وبيترموا بره، وبعد كده بيكملوا طريقهم. وجروج بيقول انهم بقالهم 10 دقايق محدش هجم عليهم، فده مكان مناسب للتخييم، وبيدي كل اتنين فيهم مهمه. ومهمه انس وعايب ان هما يولعوا النار، بس الليل بيليل عليهم وهم لسه ما عملوش حاجه، وبيكون كل واحد فيهم ماسك طوبه وبيخبطوهم في بعض وهم عاملين يحبوا في بعض، والكل بيكون قاعد وهيموت من الجوع بس مستنيينهم لما يتكرموا عليهم ويولعوا لهم النار. بس جروج ما بيقدرش يستنى اكتر من كده وبيتعصب عليهم، لكن اجا بتهديه وبتقول ان في يوم من الايام عايبه هتسيبهم عشان تكون حياتها الخاصه. بس جروج بيفضل يقول انهم عمرهم ما هيتفرقوا وانهم اقوياء كلهم مع بعض. واخيرا عايب وانس بيولعوا النار، وبعدها بنشوفهم نايمين، بس انس بيكون صاحي ومش عارف ينام من الزحمه، وكل ما يتحرك يلاقي حد في وشه. بس الجده بتكون اوحش حد شافه، بيكون شكلها مرعب جدا ومبرقه، فبيفتكرها انس صاحيه لكن بتطلع نايمه عادي بالوضع ده. تخيل كده تكون نايم وتصحى على الشكل ده مش باين تموت مفزوع. نرجع لانس وبيكون بيحاول يوصل لعايب واخيرا بيوصل لها وبيبتدي يكلمها على مستقبلهم مع بعض. لكن جروج بيصحى وبيسمع كل اللي بيقولوه، وبيكون بيقول لها ان مستقبلهم ممكن يكون ليهم هما الاتنين بس بعيد عن الباقي. لكن عايبه بتقول له انها بتحب عيلتها ومش هتقدر تسيبها، فبيفرح جروج جدا ومفيش ثانيه وبتغير رايها وبتوافق. وبيبتدي انس يحكي لها عن بيتهم وان هيكون في خصوصيه، ولما تساله يعني ايه خصوصيه بيجي لها الرد على طول. وبعدها كل واحد بيرجع مكانه، وجروج بيكون متضايق جدا وبيقوم وبيفضل يتكلم مع نفسه وهو متعصب. وفجاه بيشوف حاجه، وتاني يوم بيصحوا كلهم، وثانك بيكون بيلعب دوجلاس وبيحدف له العصايه، لكن ساندي بتجري هي الاول عشان تمسك العصايه. بس فجاه بنشوفهم راجعين بيجروا وساندي بتزمجر، فبيعملوا دايره قتال، لكن بيطلع جروج والحمد لله بيطلع من كل اللي حدفوه عليه ده سليم، وبيقول لهم يجوا وراه وهيوريهم حاجه. وبيروحوا فعلا وبيشوفوا سور عملاق، وما بيكونوش فاهمين ايه ده، وبيكونوا فاكرين ان كده خلاص دي نهايه العالم. لكن بيطلع لهم جروج فجاه وبيقول لهم ان دي البدايه مش النهايه، وان هو ده الغد. وبيدخلوا بيشوفوا مكان جميل جدا مليان اكل، والكل مش بيصدق نفسه. وبيبتدي جروج يقول لهم ان هو اللي لقى الغد وان ده هيبقى بيتهم، بس الكل بيكون عايز ياكل ما بيهتموش بكلامه، فبيتعصب جروج وبيحاول يمسكهم، لكن الكل بيسيبه وبيجري على الاكل. وجروج بيقول لنفسه ان كده حل المشكله، وبيجري هو كمان على الاكل، وبيهجموا على الاكل زي الوحوش، والكل بياكل كانه اخر يوم في حياته. حتى انس المتحضر بقى زيهم، واللي خد مكانه النمر هو اللي بيشرب في حاله بمنتهى الجمال. وهما بيفضلوا ياكلوا لحد ما بيترموا كلهم على الارض، وبيكونوا لاول مره في حياتهم يعرفوا معنى الشبع. ومع ان جروج مش قادر يتنفس، بس لما بيشوف موزه بتلمع في عينه وبيقول ان دي اخر حاجه هياكلها. وبيحكي انه كلها قبل كده مره في حياته وكانت حلوه جدا، وان طول حياته كان بيحلم انه ياكلها مره تانية. واول ما بيمسكها بتظهر فراخ من كل حته بتصوت، وبيطلع فخ وبيتمسكوا كلهم، والنمر لا يبالي وبيكمل شرب عادي. وهنا بنشوف خشبتين متحركين والكل بيخاف منهم، لكن بيطلعوا بشر وبيكونوا فاكرينهم حيوانات، وبيحاولوا يشوفوا دول ايه، وبيعرفوا ان هم بشر فبيسيبوهم. وبيقولوا ان هم افتكروا ان الناس الكهف انقرضوا، وبيبتدوا يكلموهم بالراحه عشان يفهموهم، لكن بيتفاجئوا ان هم بيتكلموا عادي، فبيعتذروا ليهم وبيعرفوهم بنفسهم. ده بدر ودي امل وهم عيله تحسين، وهم بيكونوا دايسين على انس، ولما بيطلع بيعرفوا بعض وبيحضنوا بعض، والكل بيستغرب. فبيعرفهم انس انه كان عايش معاهم وانهم كانوا اصحاب بابا ومامته. وبنعرف من بدر وامل ان هم كانوا فاكرين ان انس هو كمان مات مع عيلته، ومن بعد اليوم ده عرفوا ان الدنيا خطيره ومتوحشه، وعشان كده بنوا البيت ده. فبينبهر الكل ببيتهم اللي بانينه في الشجره، فبتبتدي عايبه تطلع على الشجره، لكن امل بتعرفها ان في حاجه اسمها اسانسير، وان شعار عيلتهم ان الدنيا احلى مع تحسين. وبيركبوا كلهم ما عدا النمر، عشان امل بتقول ان الحيوانات مليانه حشرات، وبيطلعوا بس ساندي بتكسر الباب وبتعدي منه عادي. وبنشوفهم وهم مبهورين بيه، بس اكتر واحد ثانك اللي بينبهر بالشباك،
وبيكون مبهور عشان شايف السما وهو في البيت عادي. واجا ومامتها بيكسروا المرايه، بس بيعرفوا من امل ان ده انعكاسهم عادي. وبتتعصب امل من اللي بيعملوه، وبتنادي على بنتها فجر اللي بتكون مستخبيه في مخبأ الهلع. فبيطمنها قالها ان مفيش حاجه. فبتطلع وبتشوف انس وبتجري تحضنه، وبيكونوا مبسوطين ان هما شافوا بعض تاني. وبتكون عايبه واقفه ومتعصبه جدا من اللي شايفاه. وهنا بنشوف وشاح اللي بيقع في حبها حزم من اول نظره. وانس بيعرفها على عيله كرودز، وبتيجي عايب وبتكون مبسوطه لانها لاول مره تلاقي بنت زيها وفي سنها. وبيبتدوا يفكروا في الحاجات اللي هيعملوها مع بعض. وبالليل بدر بيقول لهم ان هم يقدروا ياكلوا اي حاجه ما عدا الموز، بس جروك بيفضل يقول ان هم عندهم منه كتير. بس بدر بيقول ان هم عندهم قاعده واحده بس، وهي الا الموز. وبعدها تانكو والجده بيناموا على الارض، وبيكونوا كلهم لسه هيناموا مع بعض. لكن عيله تحسين بيقولوا لهم ان هم ما بيناموش كده، وان هم عندهم اوض منفرده. فبيفرح انس جدا. لكن جروك بيكون متضايق ان هم هيتفرقوا، بس الكل ما بيهتمش بيه وبيروحوا يشوفوا الاوض. وهنا بنشوف انس وعيبهم وبيتكلموا مع بعض، وكل واحد في اوضته. وبعدها انس بيدخل وبينام، وبيكون مبسوط ان اخيرا بقى عنده خصوصيه. بس عايبه مش مبسوطه عشان حاسه ان الخصوصيه هتبعدهم عن بعض. وبعدها بنشوف ثانك اللي بيكون اتجنن بالشباك وبيعامله معامله التلفزيون. وهنا بنشوف ان الكل نايم ما عدا جروج اللي بيفضل يحط حاجات حواليه عشان يعرف ينام كانهم عيلته. لكن برضه ما بيعرفش، وبينادي على اجا اللي بتكون في الاوضه اللي جنبه، بس بتكون نايمه ومش سامعاه. فبيتصرف وبيدخل لها من الحيطه. وبتصحى اجا مفزوعه، وجروج بيقول لها انا مش عاجبه النوم في اوضه لوحده، وانه مش مرتاح لبدر. بس اجا بتقول انها حابه المكان ده، وهي عايزه تفضل هنا، وان كده عيب هتفضل معاهم ومش هتمشي. وبتقول له يدي المكان فرصه يمكن يحبه. وهنا بنشوف عيله تحسين بيتكلموا وبينضفوا اللي عيله كروز عملوه. وامل بتقول لبدر ان فجر كانت وحيده طول الفتره اللي فاتت دي، وانه اخيرا انس رجع، وان القدر جمعهم مع بعض تاني. وما بتكونش فاهمه ازاي انس المتحضر حب عيب الهمجيه، وبتقول ان اكيد هي وعيلتها مش هيقدروا يعيشوا في التحضر ده. وبدر بيوافقها، وبيقول ان هما مش متعودين يعيشوا في مكان ليه حيطه، ودي النتيجه. وبيقرروا هما الاثنين انهم يعرفوا عيله كروز ان حياتهم بره احسن. لكن انس مكانه معاهم هنا مع فجر. تاني يوم بنشوف امل وبدر هما رايحين لانس وبيصحوه، وبيصحى وبيمشي معاهم. ولما بيعدوا عند اوضه عيب انس بيكون عايز يصحيها، وبيقول انه بقاله 7 ساعات بحاله ما شافهاش. بس امل بتقول يسيبها تنام وترتاح وانها اكيد تعبانه. لكن انس برضه بيكون عايز يصحيها. فامل بتشده وبتغير الموضوع، وبتحاول تخليه يقرب من فجر. وهنا بيمشوا هما الاربعه نفس المشيه الغريبه دي، بس في النص امل وبدر بيسحبوا نفسهم عشان يخلوهم يمشوا لوحدهم ويقربوهم من بعض. وفعلا بيبتدوا هما الاثنين يعملوا اعمال المزرعه، وانس بيكون مبهور بكل حاجه وبكل الاختراعات دي. وامل وبدر بيتفرجوا عليهم وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعدها بنشوف انس وهو بياخد دش وبيكون مبسوط ومبهور في نفس الوقت. وهنا بنشوف عايبه وبيكون باين عليها التعب. وبيطلع جروك فجاه من الحيطه. انا مش فاهمه العيله دي مش عايزه تقتنع ان في حاجه اسمها باب ليه. ما علينا نكمل. جروك بيقول لعايب ان هو كمان معرفش ينام كويس، وبيسال عايب على اجا، وبيكون فاكرها خرجت تصطاد. بس عايب بتشاور له عليها، وبتكون هي ومامتها وساندي قاعدين واخر حلاوه وهو ولا هاممهم حاجه. فبيتضايق جروك وبيقول ان المكان ده بيغير الكل، وانهم مش متعودين على كده، وان حتى ثانك بقى مجنون بالشباك. بس عايبه بتطمنه وبتقول ان ثانك كويس، ولسه هتقول ان التغير كويس. فجاه بتشوف انس وبيكون اتحول لواحد منهم بنفس اللبس، حتى عمل شعره زي بدر. وبتجيله عايبه بتشمه وبتقول ان ريحته اتغيرت. فبيقول لها تجرب هي كمان تاخد دش وهتبقى ريحتها زيه. بس عايبه بتكون مستغربه جدا وبتكون متضايقه. وهنا بتشوف جروك بيسحب ثانك عشان يصطادوا، بس ثانك بيكون متضايق جدا وعايز يتفرج على الشباك. ونرجع لعيله تحسين وبيكون وقت الغدا. فبيقول انس ان هو اللي هيولع النار. فبتفرح عايبه وبتجري تاخد طوبتين وبتقعد، وبتكون عايزه تدي انس طوبه عشان يولعوا النار مع بعض بلحظه رومانسيه. بس انس بيفاجئها باختراع بيولع النار لوحده، وبيقول لها انهم مبقوش محتاجين شخصين عشان يولعوا النار. فبتضايق عايبه جدا وبتطلع تقعد فوق. وبتجيلها فجر وعايبه بتسالها اذا كانت ريحتها غريبه. فبتقول لها فجر ان ريحتها مختلفه. وفجاه بتشوف تعويره في ايديها. فبتقول لها عايبه انها عضة سلطعون. وبتبتدي فجر تسالها عن باقي التعويرات اللي في جسمها، وعايبه بتوريها يجي مليون تعويره، بس مش كلهم حيوانات بصراحه. ساندي بيكون ليها النصيب الاكبر منهم. وفي الاخر بتوريها صباعها المقطوع. ولما وشاح بتشوف المنظر ده بيغمى عليها. وفجر بتكون متضايقه انها محبوسه في البيت ده ورا السور اللي ما ينفعش تعديه. وبتقول ان كل تعويره من دول يعني مغامره مختلفه، وان عيلتها بنوا السور ده عشان ما تتعورش كده، وانها ما خرجتش من ساعه موت عيله انس. فبتفهم عايبه ان هما شبه بعض، وان البيت ده هو كهف فجر. فبتقرر انها تاخدها وتعدي السور. وبيركبوا على النمر، وبتقول لها عايبه ان هما يرجعوا قبل ما حد يعرف. وبيعدوا السور فعلا. وفجر بتكون مبسوطه جدا وبتقول لها تكمل. ونرجع لانس وامل بتديه كتاب فيه صور قديمه لعيلتهم هما الاثنين. وبعد كده بنشوف جروج اللي بيدي عصايه لسانك وبيقول له يلعب مع دوجلاس عشان هو بقى وحيد، وان هما مبقوش بيقضوا الوقت مع بعض. فبيوافق سانك، ولما بيجي يحدف العصايه بتيجي فرخه بشكل يقطع القلب. فبتجري وراه وبيجري سانك يروح للشباك. وجروج بيتضايق جدا، وبيجيله بدر وبيضايقه اكتر، وبيكون عايز ياخده في جوله.
فبيتعصب جروج وبيحدف العصايه عليه، وبرضه بتيجي فيه بشكل يقطع القلب اكتر، وبيصوت بدر سويت الفرخه بالظبط. لكن بيطلع جروج كل ده بيتخيل، وبيروح فعلا مع بدر، وبدر بيقوله ان المكان ده كان صحراء، بس هو قدر بذكائه انه يخلي الميه تتدفق من الجبل لهنا. وهو بيتكلم عن عبقريته الفذه بيشوف جروج موز وبيلمع في عينه، وبيجي ياخد واحده، لكن بدر بيمنعه وبيقول له الا الموز. وجروج ما بيكونش فاهم ليه، وبيقول ان هم عندهم كتير وان في طبق مليان موز وانه مين هياكله، بس بدر بيقول له كفايه كلام عن الموز وبيدخله في مكان سري. وبعدها بنشوف اجا وهي بتحدف فاكهه متاكل منها بره السور، وبتجيلها امل وبتسالها بتعمل ايه، فبتقول لها اجا ان هي كانت بتنظف اللي هم عملوه وانها مش عايزاها تظن ان هم همج، وساندي بتكون خير مسير على كده، واجا بتزعلها وبتقول لها تسيبه بطريقه برضو خير مسير على كده. وبتبتدي امل تسالها اذا كانت الحياه البريه وحشاها، لكن اجا ما بتديهاش الاجابه اللي هي عايزاها، وبتقول لها ان الحياه هنا اجمل بكتير، لكن بره كانوا بيحاولوا ما يموتوش كل يوم. فبتتعصب امل جدا، واجا لما بتيجي تقول لها انها فكرت هي وجروج بتجري عليها امل وبتديها سله عشان بتكون فاهمه اللي كانت لسه هتقوله اجا، وبتقول لها ان السله دي سله سفر لرحلتهم، وانها حاطه فيها اكل وصابون، وبتتك على صابون قوي كرساله غير مباشره ان هم ينضفوا، زي ما انتوا عارفين ان الصابونه رمز النظافه. فبتتضايق اجا، لكن بتشكرها، بس امل هي اللي بتشكرها ان هم رجعوا اليوم انس تاني، وبتقول لها ان هم مستنيينهم على العشاء وبتمشي. فبتتعصب اجا اكتر، ونروح لعيب وفجر اللي بيكونوا مبسوطين جدا، وفجر بتكون مبهوره بجمال الطبيعه، وفجاه النمر بيقع وبيخبط في خليه نحل وبتقع عيب وفجر، وبنشوف ان فجر النحله قرصتها، بس فجر بتكون مبسوطه انه اخيرا بقى عندها تعويره. ونرجع لجروج وبدر اللي بيكونوا قاعدين في مكان شبه الساونا، وبدر بيقول ان المكان ده هو عمل عشان يرتاح من مشاكل عيلته، وان امل ما تعرفش حاجه عنه، وبيبتدي يحاول ان يخلي جروج يتكلم عن مشاكله، وجروج بيكون حران جدا ومفرهد وبيكون مش عايز يتكلم، لكن بدر بيفضل يساله لغايه ما جروج بيقول له كل حاجه، وان عيلتهم كده بتتفرق، وان هم مبقوش يناموا مع بعض، وان انس عايز ياخد عيب منهم، وبيعترف له انه بيكرهه. فبدر بيمسك في انس وبيقول ان هو كمان بنته كانت وحيده قبل انس، فبيقول له جروج ان الواضح ان انس هو المشكله. فبدر بيستغل حر جروج وبيفضل يحرر جروج زياده، وبيكون عامل زي الشيطان اللي بيوسوس في اللحظه دي، وبيقول له ان هو ممكن ياخدوا انس منهم ويكون مع فجر، وكده عيب هتكون معاهم، وبيقنعه ان دي فكرته هو، وبيوافق جروج فعلا، وبيروح لاجا وهو نضيف وبقى برضه شبه عين التحسين، وبيقول لها انه بقى بيتفاهم مع بدر، لكن اجا بتجيله وهي متعصبه، وبتقول ان هم عايزينهم يمشوا من هنا ومن غير انس كمان، وبتقول ان هم طبعا مش هيعملوا كده، وان انس واحد منهم، وان عيب هتتضايق جدا، وانهم فاكرينهم ناس كهف اغبياء وهيبيعوا انس بسله فاكهه. فجروج بيطلع هو كمان معاه سله وبيخبيها بسرعه، وبتقول لاجا ان هم كمان بيقنعوه انها فكرتهم هم. فجروج بيفتكر بدر انه فعلا عمل معاه كده، وبيتعصب وبيرجع لجروج القديم، واجا بتقول ان هم هياخدوا انس ويمشوا من هنا، لكن جروج بيقول لها ان هم هيمشوا بس في حاجه بقاله كتير عايز يعملها، هيعملها الاول ويمشوا. وبعدها بنشوف عيب وفجر وبيكونوا رجعوا، بس فجاه بيشوفوا حد جاي، لكن بيطلع انس وبيعرف منهم اللي عملوه، وبيتضايق من عيب لانها خدتها بره السور، وبيقول لها انه عيلتها مش عايزانا تخرج، وفجر بتكون بتخرف كانها سكرانه، وفجاه بيشوف ايديها اللي بتكون ورمت، وبيعرف ان ده بسبب سم نحله، بس عيب بتقول انه ما يخافش ان دي قرصه بسيطه. فبيتعصب انس وبيقول لها ان دي مش بسيطه، وفجر بيغمى عليها، وانس بيقول لعيب انها ما ينفعش تعمل كده وتبقى تفكر قبل ما تعمل حاجه، وبيكون عيب مش فاهماه، وبتقول ان هو اللي كان بيحب المغامره، فبيعرفها انس انه خلاص بقى بيحب الامان، بس عيب بتقول انها كانت عايزه تخرج وانها شبهها وان المكان ده زي الكهف بتاعها، لكن انس بيقول لها ان فجر مش شبهها وان ده مش كهف، وان فجر مش فتاة كهف. فبتتضايق عيب جدا من الكلمه دي، وبتقرر توريه فتاة الكهف بجد. وهنا بنشوف عيلة تحسين وعيلة كروز وهم قاعدين عشان ياكلوا، وبنشوف وراهم انس وهو بيحاول يطلع فجر من الاسانسير ويخبيها، لكن بتشوفهم امل وبتقول لهم ييجوا، فبيروح انس وبيقعدها وبيحاول يداري ايديها، وهنا بتطلع لهم عيب من على الشجره وبتتصرف بهمجيه، وبتسال انس يقصد ايه بفتاة كهف، وانه بيقولها كانها اهانه، فانس بيعرفوا انه ما يقصدش حاجه وانه مفيش مشكله في ناس الكهف، وما بيكونش فاهم تصرفاتها دي، فبتعرفوا عيب انها بتتصرف زي فتاة الكهف الهمجيه. وهنا بيتكلم بدر بيقول لجروجر انه يقول فكرته اللي اقترح عليه، وبيقول بدر الفكره، وبيقول ان هم اتفقوا على كده. فبتتعصب اجا وبتسال الاتفاق ده، وبدر بيسخنها اكتر وبيقول ان جروج هو اللي قال ان انس يفضل معاهم وعيب مع عيلتها. فبيتعصب انس هو كمان وبيسال جروج ليه عايز يتخلص منه، وعيب كمان بتتضايق. فجروج بيدافع عن نفسه بيقول ان بدر هو اللي خدعه وخلاه يقول كده لما كانوا في المكان السري، فبيقلب الترابيزه على بدر، وامل بتسالها عن المكان ده، وكده تبقى ولعت وكله بقى بيتخانق مع كله، واجا بتولع الدنيا اكتر وبتقول لامل ان بدر بيروح هناك عشان يستريح منها، فبتتعصب امل اكتر. وهنا بيجي دور فجر اللي بتقول لهم ازاي يعملوا كده وان انا ازاي اخوها، فكلهم بيشوفوا ايديها وبيعرفوا انها خرجت بره السور، فبيتخضوا، وبدر بيزعل لهم وبيقولوا ان هم السبب، وكده العيلتين مسكوا في بعض، فبيحاول انس انه يتدخل ويحل، فالعيلتين بيهزقوه فبيقعد بيحترموا احسن، وكل اتنين مسكوا في بعض، وثانك بيكون قاعد ياكل ويتفرج. وهنا الجد حبت تقول على سرها هي كمان، وبتطلع من غير شعر،
واللي على راسها ده حيوان، وساندي بتتخض وبتجري وراه. وفجأة جروك بيسكتهم وبيقول لأنس يلا عشان يمشوا من هنا، بس أنس بيقول انه كان عايز يتخلص منه ودلوقتي بيقول له يجي معاهم. بس جروك بيعرفوا ان هو اللي كان عايز يسرق عيب، فبيفهم أنس ان جروك كان سامعهم وبيقول لهم ان فعلا مفيش خصوصية عندهم خالص. فبتتدخل عيب وبتسأله اذا كان يقصد ناس الكهف، فبيعرفوا انه ما يقصدش، بس الحياة هنا احسن بكتير وهنا في اكل ونومة كويسة. فبتتضايق عيب وبتسأله ايه الوحش في نومتهم، فبيقول لها بكل صراحة ان ريحة نومتهم رجلين. فبتقول لعيب على الاقل هي عارفة ريحتهم، لكن هي ما بقتش عارفة ريحته ولا عارفاه، وان المكان ده هو المشكلة. فبيعرفها أنس ان هو ده الغد اللي كان بيدور عليه. فبتعرفه عيب ان هي ملهاش مكان في الغد ده، وبتقول انها هتمشي وبتسأله اذا جاي معاهم، لكن أنس بيرفض. فبتضايق عيب وبتمشي. وهنا جروك بيعرفهم ان كل كل الموز، فبيتعصب عليه بدر، وامل ما بيكونش فاهمه ايه اهميه الموز كده، وبيجري بدر يروح للموز. وهنا بنشوفه قاعد يعيط على الطبق، وبيجي أنس وبيشوفه، وبدر بيقول لهم ان الموز هو اللي كان حاميهم ومخليهم عايشين. ولما بيسألوا أنس حاميهم من مين، فجأة بيسمعوا صوت من ورا السور، وبدر بيقول لهم انه هنا وجاي ياخد الموز. فجروك وأنس بيفضلوا يسألوه هو مين، فبدر بيقول لهم انه بيجي كل سنة والموز الحاجة الوحيدة اللي كانت بتحميهم منه. وبنشوف ان في حد ورا السور بيحاول يدخل وياخد الموز، والكل بيكون متوتر، وبدر بيقول انه ما يعرفش مين اللي ورا السور. وهنا السور بيتكسر وبدر بيخاف جدا، بس في الاخر وبعد كل الدراما دي بيطلع قرد صغير. فجروك بيفضل يضحك على بدر وانه بقاله سنين خايف وبيدي موز لقرد صغير، لكن فجأة بيتحول القرد الكيوت ده لقرد متوحش، وبيظهر قرود كتير قوي زيه وناويين لهم على الشر، وبيهجموا عليهم وبيسحبوهم هما التلاتة. وبيجي الكل وبيشوفوا ان السور اتكسر وأنس وجروك وبدر مش موجودين، وبيفضلوا يدوروا عليهم وبيلاقوا فردة شبشب أنس واقعة. وهنا بيجي دور ساندي وبيتشمع عشان تتبع ريحتهم ويقدروا يلاقوهم، لكن أمل بتقول لهم يروحوا هم يدوروا عليهم، وهي هتفضل هي وفجر هنا وهيستخبوا في مخبأ الهلع. بس فجر بتقول لها ان باباها محتاجها وبتمشي تدور عليه معاهم، فبتضطر أمل تروح معاهم. ونرجع للرجالة اللي كلهم بيكونوا ممسكين في جذع شجرة. واضح يا جماعة ان في قصة حب بين أنس وجذع الشجرة من الجزء الأول، بس المرة دي مش لوحده. اهو جروك جرب اللي كان بيعمله في أنس، ورغم الموقف اللي هما فيه بيفضلوا يتخانقوا على مين السبب اللي حصل لهم ده، وبيشاهدوا أنس. بس أنس يا عيني بيكون محشور في نص جذع الشجرة بين رجليهم هما الاتنين، وعمال يفكر في اللي عيبة قالته له، وبيفضل يقول انه ما اتغيرش، هو بس رجع لطبيعته، لغاية ما بيصدع القرد خالص بمشاكله، وكل ما يحاول يبعد عنه يظهر له تاني، لغاية ما اتصرف بطريقته. وفعلا أنس بيبعد عن القرد الغلبان وبيكلم نفسه، وفي نفس اللحظة عيبة برضه بتكون بتكلم نفسها، وكل واحد بيقول اللي حصل من وجهة نظره. وبعد كده بنشوف فجر اللي بتتكلم مع عيب وبتتأسف لها على اللي عملوه عليها امبارح. وهنا بيوصلوا طريق كله سمك قرش، واجا بتقول ان هما لازم يعدوا منه، بس امل ما بترضاش وبتكون عايزه تشوف طريق تاني، وبيفضلوا يشدوا في النمر الغلبان، دي تقول هنعدي والتانية تقول مش هنعدي، لغايه ما بيقعوا كلهم في الميه. ونرجع للرجاله تاني اللي بيطلعوا من الجزه، وجروك بيطلع بكل حماسه ومستعد لضرب القرود، لكن هي نفس العلقه بتاعت الجزء الاول، بيفضلوا يلطشوا فيه وبيرموه في الارض. وهنا بيظهر القائد بتاعهم وبيكونوا بيتكلموا مع بعض بطريقه غريبه شويه، وهي الضرب. وأنس بيكون بيعرف اللغه دي فبيروح عشان يتكلم معاهم، والقرد بيقول له انه متضايق جدا وعايز الموز كله. وبيبتدي القرد يحكي القصه وأنس بيتضرب بس. والقصه بتحكي ان زمان كان القرود عايشين في سلام والموز في كل حته والحياه جميله، لكن في يوم جه الوحش وخد منهم الموز، بس ما كانش فيه مشكله عشان الموز كتير. بس في يوم اختفت كل الميه ومبقاش فيه موز خالص، لكن الوحش ما مشيش ورجع عشان الموز كالعاده، بس ما لقاهوش فخد بداله قرود منهم. وهي دي القصه، وكل القصه دي اتحكت كلمه كلمه على وش أنس الغلبان اللي متشحطط بينهم ده. وهنا بدر بيطلب من أنس انه يعرف القرد عليه، وانه بدر تحسين اللي حول الصحراء لواحة بتحويل مسار الميه من الجبل العالي ده. فبيكتشف بدر اللي قاله وبيقول لأنس ما يترجمش ده، بس بيكون الوقت فات وأنس ادى اخر بوكس، فالقرود كلها بتهيج عليهم. فجروك بيسلم بدر تسليم اهالي وبيقول لهم ان بدر هو اللي سرق منهم الميه وكان الموز كمان. فبيتعصب بدر وبيكسر خشبه وبيسنها وبيعمل رمح عشان يحاربهم بيه، وبيقول لهم انه هيحاربهم بذكاء البشر في صنع حاجات زي الرمح ده. بس انا ما كانش يعرفوا ان القرود دي نبيهه وبتتعلم بسرعه، وفي لحظتها عملوا ليهم كلهم رماح، وبدل ما كانوا قرود بس بقوا قرود برماح كمان. فطبعا جروك بيشكر على ذكائه ده. ونرجع للستات اللي فقدوا اثر الرجاله، بس الجده بتتصرف هنا وبتبعت شعرها عشان يلاقي طريق الرجاله. بس امل بتتعصب وبتقول انها زهقت وان الشعر ده مش هيرجع وانه هرب وان هما كمان لازم يهربوا من العيله الهمجيه دي. وبتبتدي تطلع كل اللي في قلبها من ناحيتهم، وبتقول على صنك غبي هو وشباكه، وسانتي كمان غبيه هي وحشراتها، وبتهزهم بافظع الالفاظ. فبيندهش حزم وبيسد ودانه وشاح، وهي لسه بتكمل تهزئها ليهم، وبتقول لعايبه انها السبب في خروج بنتها من السور ومالت دماغها بافكارها دي. وبتقول لها ان أنس اخيرا عرف ان مكانه مش مع فتاة كهف، مكانه معاهم هما عيله تحسين
وبتلسع خالص وبتجري وبتقول انها لازم تهرب من العيله دي، لكن بتتزحلق وبتطلع فجاه ميه متجمده من الارض وبتيجي فيها وبتسكتها شويه. دي مصدعانه من اول الفيلم. وهنا بيظهر عنكبوت ضخم جدا، هو عنكبوت على الديب للمصداقيه يعني، ولسه هيهجم عليها. بتيجي عايب وبتدافع عنها، وبتيجي العيله كلها كمان، لكن بيظهر منه 2 كمان وبيحاصروهم. وهنا فجر بتشوف عنكبوت صغير، فبتقول لهم ينزلوا اللي في ايديهم، وفعلا بيعملوا كده، والعنكبوت الصغير بيروح لهم. فجر بتقول انها مامته وكانت بتحاول تحميه، بس بطريقه وقحه، وبتوجه كلامها لشخص معين انتوا عارفينه. ونرجع لجروج اللي عمال يحاول يطلع من الحته اللي محبوسين فيها دي، بس بدر كان ليه راي تاني، وان اصلا مفيش وحش، وانهم بيحاولوا يخوفوهم وخلاص. فبيقول ان هو اللي هيخوفهم، وبيشد قميص انس اللي مرمطينه معاهم ده، وبيعمل نار، وبيقول لهم انه بدر الذكي اللي بيعمل النار، بس هو ما بيتعلمش من اخطائه، وزي المره اللي فاتت كده بقى معاهم بفضله نار ورماح كمان. وهنا بيظهر شعر الجده اللي بيشوفهم وبيجري عشان يقول لهم، لكن مع الاسف الشديد بيضربوا البرق وبيقع. وبعدها بنشوف الجده اللي بتحاول تسيح التلج من على امل، واجا بتسال الجده على عيب، وبتعرف انها خرجت تجيب حطب، فبتطلع تدور عليها. وهنا بنشوف ورا اجا اثر مساعده الجده الامل، واجا بتلاقي عيب متعصبه وعماله تكسر في الشجر، فبتقعد جنبها بتقول لها ما تظلمش انس، وان قطه طفولته كلها معالي التحسين. فعيب بتقول لها انه خلاص ما بقاش يهمها، بس مامتها بتقول لها ان طالما بتعمل كل ده يبقى اكيد يهمها ولازم تحارب عشانه. وبعد كده بيناموا كلهم في كوما ما عدا امل، وعلى الرغم انها هتموت من البرد برضه بترفض النوم معاهم، فالجده ما بتديهاش اختيار وبتشدها عشان تنام معاهم. فامل بتفكر وبتنادي على اجا وعيب، وبتبتدي تعتذر لهم على كل اللي قالته عليهم، وبتقول انها كانت سامجه وواقعه لما اديتها سله فيها صابون. وبعدها بيناموا كلهم، لكن الرجاله بيكونوا في حته تانية خالص، بالذات انس الغلبان اللي بقى زي الحيوان الاليف للقرد. والقرد بيقول لهم طالما مفيش موز هيبقوا هما، ولسه هيكمل بيقطعوا بدر، وبيقول ان اكيد هم عايزين جروج يزرع الموز وهو يشرف. فجروج بيتعصب عليه وبيقول له ان ما بيفهمش في اللغه دي، بس بدر حب ياكد له وقعد يضربه، وجروج هو كمان ضربه. فبينزل لهم انس وبيوقفهم عن شغل الاطفال ده، وبيقول لهم انه بيحاول يشغل القرود وينقذهم، وهما بيبوظوا الموضوع زي ما بوظوا قصه حبه الجميله. وبعد كل ده برضو بدر بيقول ان جروج هو السبب، فجروج بيمسك في خناقه وبيفضلوا يضربوا في بعض، والقرود بتاخد انس وبتبتدي تدهنه اصفر. وجروج وبدر لسه مكملين وبيكونوا حرانين جدا، وكل واحد بيقول للتاني كلام زي الدبش. بدر بيقول لجروج ان اكيد عيلته فرحانه برحيله عشان هو بيخنقهم، وجروج بيقول له انه بنى سور حواليهم بس برضه بنى حوالين قلبه. وفي الاخر كل واحد فيهم بيقول للتاني انه اسوأ اب، ودي بتكون النهايه وبيترموا في الارض. فانس بيعرف ان ده قتال بالاهانات، وبيفتكر كل اللي قاله في حق عيب من انها تستحمى وانها فتاة كهف، وبيفضل يأنب نفسه انه ازاي قال لها تجرب تستحمى. وهنا بنشوف انس اتحول لموزه، واللي القرد كان بيحاول يقولوا ان هما هيبقوا وجبه الوحش النهارده. ونرجع للجده اللي لسه مستنيه شعرها يرجع، والكل بيصحى. وهنا بنشوف شعر الجده راجع، اي نعم شايط بس رجع، وبيقول للجده على اللي شافه، وفعلا بيقرروا يروحوا ينقذوهم. والجده بتدي لكل واحد فيهم اسم محارب، وبيبقوا كلهم اخوات الرعد مع حزم ووشاح، وبيجروا بكل حماس على الجبل. وبعد كده بنشوف الرجاله اللي بقوا موز، والوحش بيكون خلاص جاي، والقرود بتودعهم. فجروج بيتاسف لبدر على كل حاجه، وبدر برضه بيتاسف له، لكن انس بيكون متضايق جدا، وبيقول انه عايز يشوف عيب مره اخيره، وان طول حياته عمال يدور على الغد اللي اهله كانوا عايزينه، ودلوقتي لقاه، بس هو مش عايز غير عيب. فجروج بيقول له انه مش عايز عيب بتقضي مستقبلها غير معاه، وانها بتكون سعيده معاه. فبدر بيديله الاذن ان يكون مع عيب. فجروج ما بيلاقيش احسن من الفرصه دي لتهزيق بدر، وبيقول ان هما مش محتاجين اذنه. وهنا بيظهر الوحش وبيكون ضخم جدا ومرعب، وبيمسكهم ولسه هياكلهم. بيجوا اخوات الرعد في دخله سينمائيه جدا، والقرود بتجري عليهم عشان توقفهم، وكل واحده منهم بتبتدي تضرب في القرود ولا احسن فيلم اكشن، لا وكمان مع سلو موشن، حتى حزم وشاح بيشاركوا معاهم. وهنا العناكب اللي معاهم بتطلع خيوطها وبيمسكوا الرجاله وبيجروا بيهم، والوحش بيجري وراهم. وانس وعيب لقوا اللحظه مناسبه وحبوا يتكلموا مع بعض. بجد العيله دي بتختار احسن الاوقات عشان يتكلموا، زي الجزء الاول اللي حصل مع الدوره. وهنا الوحش كان هياكلهم، بس عيب بتنط عليه وبتجري وهو بيجري وراها، واخوات الرعد بيسحبوهم وبيجروا على المخرج، بس بدر وجروج بيقعوا منهم وبيتفكوا من الموزه. وجروج بيمسك بدر وبيقول ان هما مش هيتفرقوا، وانهم بقوا زي الاخوات وبيتصالحوا، بس بيأفوروا شويه. هو مش شويه، هما بيأفوروا قوي بصراحه، وبرضه اختاروا احسن وقت لكده. وعيب وانس بيستغربوا من اللي هما بيعملوه ده، والوحش بيكون لسه بيحاول يمسك عيب. وبعدها اخوات الرعد بيخرجوا، بس مش بيلاقوا حد معاهم. وهنا بيظهر جروج وهو شايل بدر في لحظه رومانسيه، وكده ما فضلش غير انس وعيبي بس هما اللي جوه. وهنا بنشوف عيبي بتكون اتحشرت، والوحش بيكون لسه هيمسكها، بس بيجي انس زي طرزان وبينقذها، وبيطلعوا فوق خالص، والوحش بيفضل يحاول يمسكهم.
وهنا انس بيتكلم مع عيب وبيقول لها ان طول حياته بيبحث عن الغد، بس هو اكتشف ان الغد ده مش مكان، ده شخص، وان هي الغد. وهنا بيمسك الوحش حبل وبيفضل يشدهم عليه، بس كل العيله بتحدف عليه طوب، بس طوب الثانج كانت غيرهم كلهم، بتقع على خشبه، واكيد انت عرفت ايه اللي هيحصل. انا مش فاهمه ايه علاقه الثانج بالقصه دي. فالوحش بعد الحركه دي بيتعصب اكتر وبيفضل يكسر، وهما بيستخبوا تحت صخره، وعيب وانس بيكونوا لسه فوق وبيفكروا ان هما يوقعوا الصخره، بس لازم يقطعوا الحبل. فعيب بتفكر في فكره الطوبتين، واخيرا بيرجعوا يولعوا النار مع بعض، وفعلا الحبال بتتقطع، وعيب بتمسك انس والصخره بتقع على الوحش، وبيرجعوا كلهم لبعض. لكن فجاه بيجي الوحش وما بيكونش مات، وبيمسك عيب، وكل العيله بتجري وراها وبتمسكها. وهنا بيجي اهميه صباع عيب المقطوع، وبتفكه وبيقع الوحش وبيموت، وبيخرجوا كلهم من المكان ده مع بعض، وراحوا لبيت الشجره عشان يعيشوا مع بعض بس من غير سور. وعيب وانس بيودعوهم عشان يعيشوا مع بعض في مكان بعيد جدا، الاوضه اللي في وشهم. واخيرا وشاح بتعترف بحبها لحزم، والجده بترجع شبابها بالشعر الاصفر ده. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في الفيلم الجاي.